والمفروض اذاكر وانا مش لاحقه، وتيجي اصلا تبصي عليها ان هي اصلا ما بتعملش اي حاجه في حياتها. يعني ولا بتقوم تحضر محاضراتها، ولا بتلاقيها مثلا بتذاكر، فاهمين؟ ده اللي انا بقى بتكلم عنه، وعايزين اصلا نعرف احنا بنعمل ده ليه. يعني خدوا بالكم من حاجه، اللي بتقعد تشتكي طول الوقت بأفورة ودايما بتقعد تهول الحوار ودايما بتصعب الموضوع، هي اصلا من جواها بتصدر لنفسها طاقه سلبيه رهيبه، وبتحسس نفسها دايما انها فاشله. فاوريدي البديهي انها ما بتقومش تعمل اي حاجه، بتفضل واقفه في مكانها ما بتعملش اي حاجه، قاعده وبتشتكي، عايزه كل حاجه تجيلها على الجاهز. ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اتكلم النهارده عن الناس اللي بتقعد تشتكي زياده عن اللزوم. ازاي نحل الموضوع ده؟ يعني لو انت من الناس دي وانت شايفه ان انت بتشتكي زياده عن اللزوم وعايزه تغيري النقطه دي فيكي، يلا بينا على الفيديو ده. وطبعا لو حد برضو متضرر من الناس دي هنتكلم برضو عن الموضوع ده، فما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. احنا ممكن اصلا نكون بنشتكي ليه، او انت ليه متبرمجه على طول ان انت بتقعدي تشتكي؟ بصوا، عايزين بس نفرق بين حاجتين. هو وارد جدا ان انا لما بتحط في مشكله او بتحصل لي حاجه مضايقاني، اكيد ببقى عايزه اقعد اتكلم عنها، واقعد اقول ده مضايقني، فاهمين؟ ساعات بتبقي عايزه ان انت تفضفضي. وفي فرق بقى تاني، ان انا ما بعملش حاجه غير ان انا بشتكي بس ليل نهار بشتكي. فدي الناس اللي انا عايزه اتكلم عنهم، لان اكيد وارد ان انا ممكن تحصل لي حاجه زي ما قلت وابقى عايزه اشتكي او افضفض، بس ما يبقاش بقى ده اللي هو اللايف ستايل بتاعي او السيستم بتاع حياتي، ان انا بشتكي وبس ليل نهار. يعني في على فكره ناس فعلا بنقابلها كده، يعني انا في ناس اعرفها كده. كل ما تشوفيها الو كذا كذا دايما بتشتكي، دايما دايما بتشتكي من كل حاجه، وتبقى اصلا حاجات عارفين انتوا اللي هي الحاجات الواهيه دي، حاجات اصلا مش حقيقيه. يعني هي بتقعد تكبر المواضيع في دماغها هي بس، يعني هو الموضوع كبير جوه دماغك انت بس، عماله بتكبري 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 وتقعدي تشتكي من حاجات مش موجوده في الوجود، وفي نفس الوقت بقى مش عايزه تقومي تعملي حاجه. يعني مثلا ندي مثال، واحده عماله تشتكي وانا ورايا شغل البيت ورايا طبخ ورايا ومذاكره العيال والمفروض اعمل ايه وانا هعمل ايه ولا ايه واعمل ايه، وتقعد بقى تشتكي. وفعلا ماشي، انا مش بقول ان احنا بنقلل من الحاجات اللي وراها، هي اوريدي وراها الحاجات دي، وتقعد تشتكي من الحاجات دي، وانا مش لاحقه وانا ومش عارفه ايه. وتيجي بقى على ارض الواقع بقى في حياتها، بتيجي بقى تشوف هي قاعده بتعمل ايه، ما بتعملش اي حاجه، سايبه كل اللي وراها وقاعده على الموبايل، قاعده نايمه، قاعده بتتدلع، فاهمين؟ انا بقى بتكلم عن الناس دي. نفس الحوار لو انت مثلا لسه يعني طالبه وعندك اللي هو بقى المفروض انك تروحي تحضري المحاضرات، والمفروض ان عندك امتحانات، ومثلا لو بتاخدي كورس والمفروض انك تجيبي الورق ومش عارفه تجيبي الكتب، وتقعد بقى تقول وانا عندي محاضرات كذا وكذا وكذا وسكاشن ومذاكره وامتحان بكره والمفروض اذاكر وانا مش لاحقه، وتيجي اصلا تبصي عليها ان هي اصلا ما بتعملش اي حاجه في حياتها. يعني ولا بتقوم تحضر محاضراتها، ولا بتلاقيها مثلا بتذاكر، فاهمين؟ ده اللي انا بقى بتكلم عنه، وعايزين اصلا نعرف احنا بنعمل ده ليه. يعني خدوا بالكم من حاجه، اللي بتقعد تشتكي طول الوقت بأفورة ودايما بتقعد تهول الحوار ودايما بتصعب الموضوع، هي اصلا من جواها بتصدر لنفسها طاقه سلبيه رهيبه، وبتحسس نفسها دايما انها فاشله. فاوريدي البديهي انها ما بتقومش تعمل اي حاجه، بتفضل واقفه في مكانها ما بتعملش اي حاجه، قاعده وبتشتكي، عايزه كل حاجه تجيلها على الجاهز، فاهمين؟ طبعا لو انت حد لسه جديد داخل حياتك اصلا من النوعيه دي، فنصيحه يعني اللي هو فاهمه، اقطعي معاه اللي هو احنا مش ناقصين. لكن بقى لو انت فيكي اصلا المشكله دي وعايزه تحلي الحوار ده، لان زي ما قلنا قبل كده مفيش حد هيتغير الا ما هو اللي يبقى عايز يتغير. يعني انت لو بصي، لو الكون كله قاعد يهاتي معاكي والعالم كله قاعد يقول لك يا بنتي يا بنتي يهديكي يرضيكي، ما تعمليش ده ومش عارفه ايه، وحاولي تغيري من نفسك، حاولي مش عارفه تبقي ايه، وانت مش عايزه، انسي كل ده في الهوا. فاللي هو مش هنقعد نضيع وقتنا وطاقتنا، فاهمين؟ ده اللي انا بقيت يعني مؤمنه بيه، ان الواحد ما يقعدش بقى يضيع طاقته، لان الواحد لو ضيع طاقته اصلا، الانسان عباره عن طاقه، لو ضيعتي طاقتك دي في حاجه تانية غير نفسك عشان تستفيدي بيها، ما انت اصلا كده مش بتطوري من نفسك، فبالتالي اللي هو بتنحدري، او اللي هو مستواكي بيقل مع الوقت. ف ملخص الكلام، لو انت فعلا عايزه تتغيري ولاقيه النقطه دي فيكي، فيلا بينا اسمعي معانا واتفرجي على الفيديو ده. ولو واحده بتتفرج علينا وشايفه ان هي عايزه، يعني صاحبتها بتمر بالازمه دي وعايزه تتغير فعلا، اعملها يعني شير للفيديو ده. طيب انا ليه بقى ممكن اكون بشتكي اوفر؟ يعني انا بتكلم عن الناس الاوفر،
ممكن اصلا يكون دي حاجه فيكي من وانت صغيره كنت بتشتكي عشان تلفتي الانتباه. يعني في ناس بتقعد تشتكي زياده عن اللزوم عشان تلفت الانتباه. فهي ممكن تكون وهي طفله اتعودت اصلا على الحركه دي، يعني اللي هو كانت بتشتكي عشان تلفت انتباه مامتها وباباها، فممكن يكونوا استجابوا ليها مره، فهي خلاص اوتوماتيك مخها اتبرمج على ده. عشان كده يا بنات بنقعد نقول لازم اقعد اراقب نفسي واراقب تصرفاتي، لان في حاجات انت بتعمليها اصلا وانت مش فاهمه. يعني لو انت بقى قعدتي تراقبي في حاجات هتلاقي نفسك بتعمليها تلقائي كده اوتوماتيك، وانت اصلا ايه اللي انا بعمله ده اللي هو إيه اللي احنا بنعمله ده بقى، نعم. فعشان كده بقول في حاجات بتبقى اصلا من وانت صغيره. فدي حاجة من الحاجات. في ناس بتقعد تشتكي لمجرد ان هي تلفت الانتباه، وهي بقى خلاص يعني هي دلوقتي وهي كبيرة مش عايزة تلفت الانتباه ولا حاجة، لا هي من وهي صغيرة ممكن تكون عملت الموقف ده مرة عشان تلفت انتباه بقى حد من صحابها. تلفت الانتباه اللي هو انا يا جماعة عندي كذا، يلا تعالوا حلوا لي مشكلتي، فاهمين؟ اوتوماتيك بقى هي اتبرمجت على ده. لان انا لما بكتسب عادة واقعد فترة بعملها، الموضوع بقى بيكبر، بتعمليها بقى فاهمة؟ اللي هو لو انت بتعمليها قد كده فجأة بقى بتبقى كبيرة جدا وبتعمليها بشكل تلقائي وانت مش فاهمة. فانت ممكن دلوقتي تكوني بتعمليها وخلاص وانت مش فاهمة انت بتعملي ده ليه. حاجة تانية طبعا يعني دي ممكن تكون بعيدة شوية بس هي ساعات بتحصل. في ناس بتقعد تشتكي عشان الحسد، فاهمين؟ اللي هو هي اصلا الدنيا تمام والدنيا حلوة معاها، بس هي لما بتقابل حد جديد ما تعرفوش او حتى تعرفه يعني whatever، بس يعني الموضوع ده ساعات بيبقى فيه ناس بتعمل كده. اللي هو بتشتكي عشان ايه؟ اللي هو ايه، جو ابعد العين عني علشان ما حدش يحسدني، عشان مش عارفه ايه، ما يفكروش ان انا حياتي وردي فيقعدوا يحسدوني. يعني انا اصلا مش مع الموضوع ده تماما يعني. لان برضو انت يا ستي لو بتعملي كده، طب ما انت لما تقعدي تشتكي من حاجه ما هي هتجيلك على فكره. يعني كتر الكلام عن الحاجه وكتر التخيل عن الحاجه ما هي هتجيلك. يعني الاحسن حد خايف من الحسد في افكار، في تحصين، في حاجات كتير قوي في ممكن ما تتكلميش على فكره يعني مش لازم تقعدي تحكي حاجه، فاهمه؟ يعني انا قصدي مش لازم حاجه مش عندي اقعد احكي حاجه، يعني ادعي ان انا عندي حاجه بالسلب واقعد احكيها، اكيد يعني الموضوع ده مش لطيف. طيب، ممكن طبعًا يكون في أسباب تانية كتير، وبرضه عايزة البنات لو حد عنده يعني مَر بالتجربة دي أو يعني كده يقول لنا في الcomment. طيب أنا بقى إزاي أصلًا أحل الموضوع ده أو أبُص له إزاي؟ ما برضه عشان بقى نكون متفقين يعني ومنطقيين. أنا مثلًا حد هييجي يقول لي: هدير أنا واقعة في مشكلة كذا، ولازم أشتكي ولازم أتكلم، ما هو أنا لو ما اشتكيتش هيقعدوا بقى مثلًا لو هي في الشغل هيقعدوا بقى يحطوا عليَّ أكتر، ما هو اللي بيبقى ساكت بيقعدوا يحطوا عليه، وأنا لازم أشتكي ولازم أقعد أشوف يعني حد يتصرف وكده. بُص، هو طبعًا حسب الموقف. يعني أنا لو أنا في الشغل أنا دايمًا مؤمنة بإيه، أنا لمّا أشتكي لو أنا بقى في الشغل كمان يعني بالذات لو أنا في الشغل أو في موقف أنا هاشتكي يبقى أنا عايزة حل، أنا اللي باتكلم عليه. أنا دلوقتي أشتكي يبقى أدوّر على حلول، لمّا حد بقى ييجي يقول لي حلول ما اقعدش لأ ومش لأ أو مش لأ. يعني في ناس اللي هو بتسمع وخلاص وتفضل برضه مكملة شكوى. عدّى أسبوع وأنتِ يا بنتي قلتِ لها اعملي كذا 1، 2، 3، يعدّي شهر و2 ونفس الكلام ونفس الشكوى. طب اللي هو نعم بقى أنتِ عايزة إيه؟ ما هو مش معقولة. مش معقولة كل مرة تشوفي فيها خلقتي تقعدي تقولي لي نفس شكواكِ، يعني فاهمين؟ ده اللي أنا باتكلم فيه. مش طبيعي إن أنتِ عندِك نفس الشكوى كل مرة تقابلي حد تقعدي تقوليها له. وبرضه يعني مش كل مرة تقابلي حد تقعدي تقولي شكوى جديدة يعني كده يعني. فأنا قصدي لو حد في شغل وبيشتكي من حاجة عادي، ما طبيعي إن أنا لو في شغل فعلًا وشايفة إن في حاجة غلط أو شايفة إن في حاجة اللي هو أنا عايزة أشتكي عادي، أنا ما باقولش إن إحنا مش هنشتكي خالص. أنتِ المفروض فعلًا تتكلمي في الموضوع، بس تبقي من باب إن أنتِ فعلًا عايزة حلول. ما حدش بقى ييجي يقدم لِك حلول وأنتِ بقى مش سامعة، مش شايفة، مش باصة ومكملة شكوى وخلاص. فدي نقطة. ناخد بقى بالنا من الحاجة اللي أنا عايزة أتكلم عليه. تعالوا كده نخرج برّه الموضوع، أنا أصلًا ليه باشتكي؟ يعني إحنا زي ما قُلنا قبل كده ساعات بابقى عايزة أتكلم وخلاص وأقعد أفضفض وخلاص، دي نقطة. يعني ساعات بتبقي عايزة تفضفضي لمجرد الفضفضة، إن حاسة إنِك شايلة عبء أو حمل وعايزة فاهمة حد يشاركِك في الموضوع ده. تاني حاجة بقى ساعات بتبقي عايزة حلول فعلًا، زي ما قُلنا لو أنتِ في الشغل أو في حاجة فعلًا يعني حاجة موقف فعلًا ضروري وفي مشكلة حاصلة كبيرة وأنتِ عايزة تحليها، بتبقي عايزة حلول. فطبيعي بقى بتلجئي بقى لحد من عيلتِك، باباكِ، أخوكِ، جوزِك، يحل لِك الموضوع ده أو المشكلة دي. فلا إما بنقعد نفضفض عادي، لا إما بتبقي عايزة حلول فتقومي فعلًا تعملي الحلول.
في بقى ناس تانية زي ما قلنا بقى اللي هو بتحب بقى الشكوى وخلاص، وهي اصلا بدأت الحوار فمن غير ما تاخد بالها بقت مستحلية الموضوع، فبقت طول الوقت بتشتكي وخلاص. فاهمين؟ وهي اصلا مش واخدة بالها. فاللي هو بقى لو انت فعلا بتشتكي وخلاص وانت من الناس اللي هو بتصدر طاقة سلبية، فبليز بليز بطلي الموضوع ده.